كان يا مكان في يوم من الايام شباب اتقال عليه انه كان عايش جبان، فقام وسط الغيوم وفي 18 يوم قرر يفوق من النوم ويكسر الجدران. ثورة ضد الطغيان اسقط فيها النظام، ثبت كل الحرامية فقرروا الانتقام. اصطابوهم الروح يغار، هتبان كل الاسرار، لازم ترخم الناس هدد الاستقرار. سيادة المشير هقول لك كلمة واحدة، عمرك ما هتبقى سلطة طول ما احنا ايدنا واحدة. زود تسليح الشرطة، قطع وزع في الشرطة، كتر في المحاكمات، شوه صورة الليمان، احبس كل الفايقين. عيال عميلة وكفرة والمصلح جاية ياما وبيجروا ورا الجزرة. انتخابات فكسانة، سياسة بلطجية، واللي بيتكلم يلبس وقت محاكمة عسكرية. شكلهم نسيوا احنا مين، فاكرنا لسه خايفين. احنا شفنا الموت قدامنا وكنا واقفين مبتسمين. هنفكرهم لو ناسيين احنا جيل الثوريين، مهما زاد القهر علينا هنكسر كل الزنازين. شكلهم نسيوا احنا مين، فاكرنا لسه خايفين. احنا شفنا الموت قدامنا وكنا واقفين مبتسمين. هنفكرهم لو ناسيين احنا جيل الثوريين، مهما زاد القهر علينا هنكسر كل الزنازين. اللي يدوق طعم الحرية حتى لو وهم في خياله عمره ما هيسيبه تاني. لو مين وقف قدامه حاول تحبس اصواتنا، ارميني ورا القضبان. كلمة الحق هتطلع لو عليها مليون سجان. محدش فوق القانون، كله هيخضع للرقابة. دستور وبرلمان وحكومة حاسة بالغلابة. اتعلمنا خلاص الدرس ومش حاسين بالتغيير. حوارات العسكر تاني مش عاوزين يحكمنا مشير. عمال يقول فوق الكذابة كل كلمة بكذا مدلول. عمري ما هلحس البيادة، عمري ما هكون دلدول. مش هتحول واحد سلبي لمصلحتي تفصيل وقيادة. ولما يجي الدور عليا هيحطوا بقي اللفافة. ليك مسخر الداخلية، مستنقع امراض نفسية، تبقى خلي الثورة تنفعك والشعب هو الضحية. عمري ما هرجع تاني عاني ولا في يوم هرجع جبان. عمري ما نسيت عنواني، انا راجع تاني الميدان. شكلهم نسيوا احنا مين، فاكرنا لسه خايفين. احنا شفنا الموت قدامنا وكنا واقفين مبتسمين. هنفكرهم لو ناسيين احنا جيل الثوريين، مهما زاد القهر علينا هنكسر كل الزنازين. شكلهم نسيوا احنا مين، فاكرنا لسه خايفين. احنا شفنا الموت قدامنا وكنا واقفين مبتسمين. هنفكرهم لو ناسيين احنا جيل الثوريين، مهما زاد القهر علينا هنكسر كل الزنازين. ليه المجلس العسكري حتى الآن لم يقدم ضابط من الشرطة العسكرية لأي محاكمة، وكأنه بيعايرنا إنه الجيش حمى الثورة؟ الجيش ما حماش الثورة في الحقيقة، الشعب اللي حمى ثورته. كنا موجودين في ميدان التحرير يوم موقعة الجمل، والجيش اللي فتح المكان لفلول مبارك اللي كانوا بيحاولوا يقتلونا. ويقدم شباب انتقدوا على تويتر للمحاكمة العسكرية بتهمة ما يسمى بهتافات ضد المجلس العسكري. المجلس العسكري عليه انه يسلم السلطة بشكل سريع، وانه يسمع من المدنيين ويبطل تشهير والتشهير فيهم. سيادة القانون